سمعت الغضب الجماهيري والآراء اللي بثيناها للجمهور العراقي؟ طبعا اكيد غضب، يعني انا واحد نص الحدث يعني في بغداد، واكيد ردة فعل جماهيرنا يعني جدا قوية، وما تقبلت الوضع الصراحة. ليش ما تقبلت الوضع استاذ احمد؟ اذا يعني ابدي لك استرسل لك بالحدث. اتفضل. ما تقبلت الوضع لأنه المنتخب الوطني بهذه السنوات الأربعة الأخيرة تلقى دعم غير مسبوق لجميع المنتخبات العراقية، دعم حكومي، أقصد أنا مالي، توفير طائرات خاصة، توفير كل مستلزمات النجاح للمدربين. إذن الحكومة قدمت ما عليها اتجاه المنتخب. هنا دور الإدارة في إدارة المنتخب. احنا دفعنا ضريبة. الإنسان أو أي شخص من يعمل يخطأ في مكان، لكن في أسرع وقت يصحح الخطأ. نعم. مثلا المنتخب السعودي عين مايسيني، واحد من أفضل المدربين في العالم، لكن ما مشى مع أسلوب وطريقة اللاعب السعودي اللي موجود، ما نجح. صح؟ نعم. احنا جربنا كاساس اللي هو اساسا محلل اداء، يعني مو مدرب. اول تجربه يخوضها مع العراق كمدرب اول. البطوله اللي نعتبرها احنا يعني ما اعرف شو اقول عليها، بطوله كاس الخليج اللي حصلنا عليها، هي بطولة ودية، وأغلب المنتخبات اللي شاركوا بالفرق الثانية وكانت في البصرة وبدعم جماهيري غير طبيعي. المدرب انقاس نجاحه على هذه البطولة الودية للفرق اللي شاركت، لكن من دخلنا المحترك الحقيقي يعني مجموعة آسيا اللي احنا ضمت السعودية، الكويت، فلسطين والأردن وهذه الفرق، فقط شيل من عندها كوريا الشمالية تصبح غرب آسيا. يعني فرصة من العمر تجيك انه هذه. انا كل الاحترام والتقدير لكل المنتخبات، لكن احنا بدينا نغير. المدرب ما مشى باسلوب معين، تغيير 110 لاعب بين محترف وبين محلي، وتغيير مستمر على التشكيل. لذلك دفعنا ضريبة. احنا شو وقت طلعنا من كأس العالم وما تأهلنا، من ما تأهلنا عند ما تعادلنا مع الكويت وفرطنا ب4 نقاط ذهاب وإياب.